السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس الابتدائي. معاكم مستر محمود مدرس مادة الرياضيات. النهاردة إن شاء الله يا شباب ميعادنا مع الدرس الثاني. اسمه يبقى اسمه المقارنة بين الأعداد. خلاص كده، زي ما اتعودنا بيكون عندنا قانون في كل درس. القانون ده لو احنا حفظناه الموضوع هيكون سهل جدا إن شاء الله. طيب، لما أجي أقول لك قارن، يعني إيه قارن؟ يعني إيه نقارن؟ هتقول له يا أستاذ بنقارن الكبير بالكبير أو الصغير بالصغير أو الطويل مع القصير وهكذا. أقول لك تمام، بس إحنا دلوقتي عندنا المقارنة بين الأعداد، أكيد دي ليها طريقة تانية. تمام، إحنا عشان نقارن بين الأعداد عندنا قانون. القانون ده فيه جزئيتين. أول حاجة نعد الأرقام. نعد الإيه؟ الأرقام. يعني إيه نعد الأرقام؟ يعني لو رقم زي ده كده 3 5 ورقم زي ده كده 6 4 2، نعدهم ازاي؟ والله ده كده في رقمين وده في كام رقم؟ ده في 3 ارقام، يبقى اوتوماتيك على طول ابو 3 ارقام اكبر. خلاص كده؟ طيب، افرض مثلا سؤال زي ده 3 5 6 4 2 1، وجينا نعد هتقول لي دول 3 ارقام ودول برضو كام؟ 3 ارقام، صح كده؟ فمتساويين، فبالتالي كده مش هعرف اقارن، صح؟ نيجي بقى للخطوة رقم 2. بعد ما نقارن، بعد ما إيه؟ بعد ما نعد الأرقام نقارن من جهة الشمال. من جهة الإيه يا ولاد؟ الشمال. خلاص كده؟ يعني إحنا بقى لو عايزين نعرف مين في دول اللي أكبر من التاني، هنعمل إيه؟ أول طريقة هنعد أدي رقم، تاني التالت، أدي رقم التاني التالت. خلاص كده؟ فكده دول 3 أرقام ودول برضو كام؟ 3 أرقام. مش هنعرف نحل كده. لازم بقى نقارن إزاي؟ نقارن من الشمال. أدي الشمال بتاعك من هنا كده، الشمال بتاعك منين؟ من هنا كده. تقول لي يا أستاذ دي 3 ودي 4، خلاص خلصت، يبقى هي الأربعة الأكبر على طول. ماشي كده؟ وهقول لك العلامات يعني إيه دلوقتي. تمام؟ يبقى هم دول القانونين بتوعنا. خلاص كده؟ دول لازم نكون عارفينهم عشان خاطر نعرف إيه؟ عشان خاطر نعرف نحل. أولا أولا يعني إيه متباينة؟ بص، المتباينة دي لها شكلين، كده وكده. يعني واحدة بصة كده وواحدة بصة إيه؟ واحدة بصة كده. خلاص؟ تاني بقى عشان مش نتلخبط. يبقى عندنا المتباينة هم دول، واحدة بصة جهة اليمين، واحدة بصة جهة الإيه؟ جهة الشمال. دي كده اسمها أكبر، ودي كده اسمها إيه؟ اسمها أصغر. بس ركز معايا، عشان نقول أكبر لازم المتباينة تبص للرقم. يبقى ده التعريف الأساسي، ده التعريف الأساسي. يبقى دول كده متغيرين. يعني هو اللي بص ناحية اليمين أكبر واللي بص ناحية الشمال أصغر، بس ده تعريف إيه؟ ده يعني مش التعريف الأساسي. إنما الأساسي بتاعنا إيه؟ لازم المتباينة تبص للرقم. لو بتبص للرقم يبقى معناها إيه بقى يا شباب؟ يبقى معناها أكبر. دي معلومة لازم تبقى عارفها. خلاص كده؟ يعني بص كده في المثال ده، العلامة دي بسط الأربعة. ليه؟ عشان الأربعة أكبر. خلاص كده؟ طب لو العلامة دي كانت بسط كده، كان ده هيكون أكبر، صح ولا مش صح؟ بس ده مش أكبر. خلاص؟ يبقى احنا فهمنا كده الجزئية دي. يبقى ده قانون مهم جدا. يبقى عشان نقول أكبر لازم المتباينة تبص لمين؟ تبص للرقم. بعد كده عندنا حاجة اسمها معادلة. المعادلة دي باختصار بيكون فيها علامة اليساوي، اللي هي العلامة دي، علامة التساوي.
ازاي يعني؟ اقول لك اتنين زي بعض، انا مثلا هنا 10 وهنا 10، احط ايه بينهم؟ احط يساوي، عشان ده 10 وده 10. خلاص كده يا شباب. فاحنا دلوقتي عندنا القانون بتاعنا، اول قانون اهو، قانون المقارنة. رقم واحد نعد الارقام، رقم اتنين نقارن من جهة الشمال. المتباينة لها علامتين، علامة باصة ناحية اليمين وعلامة باصة ناحية الشمال. المعادلة يكون فيها علامة الايه؟ علامة التساوي. تعال نشوف اللي بعده. تعال مثلا هنا كده، ما هو الرقم الأكبر؟ مين الكبير في دول؟ يعني أنا دلوقتي لو أنا عايز أقول لك في دول، في دي كده، مين الرقم الكبير؟ هتقول لي يا أستاذ دي 9 ودي 6، يبقى أكيد التسعة هي الإيه؟ هي الأكبر. أقول لك صح. بس بقى هنا السؤال ده بقى أنا مديهولك عشان نحله على خط الأعداد، عشان تشوف اللي أنت بتقوله بقى. اللي إحنا حليناه في أول صفحة كنا بنتكلم كده عقليًا، تعالَ بقى نشوف. تعالَ بقى إيه؟ تعالَ نشوف مع بعض. بُص يا عم، أنا هارسم لك خط أعداد أهو، ماشي؟ الخط ده فيه أرقام. تعالَ نكتب مثلًا هنا 1، هنا 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 1، هنا كام؟ 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11. خلاص كده؟ طيب فين ال9؟ هتقول لي ال9 هنا. تعالَ نعمل مثلًا عليها، نعمل مثلًا عليها سهم كده، دي ال9. خلاص؟ فين ال6؟ هتقول لي ال6 هنا. هنا بقى القاعدة إزاي؟ اللي على اليمين دائمًا أكبر، دائمًا إيه؟ أكبر. إحنا مين اللي على اليمين التاني؟ ال6 أهي، صح كده؟ دي ال6 على يمينها ال9، خلاص يبقى ال9 أكبر. وأنت كده عارف من هنا إن ال9 أكبر، خلاص كده؟ يبقى اللي على اليمين دائمًا إيه؟ دائمًا أكبر. فأنت ماشي أهو 1، 2، 3، 4، فأنت ماشي كده. صح والّا مش صح؟ يعني ماشي من الشمال لليمين، يعني ال9 على يمين مين؟ ال6. خلاص كده؟ يبقى اللي على اليمين دائمًا أكبر، ودي معلومة مهمة جدًا هنحتاجها بعدين. تعالَ مثلًا نشوف هنا، مثلًا تعالَ نعمل خط الأعداد أهو. تعالَ نعمل خط الأعداد تاني، ماشي؟ بُص بقى أنا هاكتب ده إزاي. أنا هنا في اللي فوق ده مشيتها 1، 2، 3، والله أنا هنا ممكن أمشيها 2، 4، 6 عادي. فاهم؟ المهم تمشي بنظام مضبوط. 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14. فين ال8؟ هتقول لي يا أستاذ ال8 أهي، السهم بتاعها أهو. فين ال12؟ آدي ال12 أهي. مين اللي على يمين التاني؟ أنا شُفت إن ده كده على يمين ال8، خلاص يبقى ده الأكبر. ماشي كده؟ يبقى دائمًا اللي على اليمين أكبر. تعالَ نشوف اللي بعده. تعالَ نشوف اللي بعده. بيقول لك استعمل خط الأعداد للمقارنة بين العددين دول، 214 و200 وكام؟ و209. طيب هنا هنستخدم نفس القاعدة اللي فاتت، خط الأعداد. تعالَ نرسم خط الأعداد. فدلوقتي بقى في واحد هيقول لي إيه؟ أبدأ بالواحد والاتنين والتلاتة. أقول له ما ينفعش تبدأ بالواحد وبالاتنين والتلاتة، أنت عندك 209 و214. في واحد يقول لي خلاص أنا أبدأ باتنين، أربعة، ستة زي ما بدأنا في اللي فاتت. أقول لك لأ برضه، 2، 4، 6 أنت هتحتاج خط طويل جدًا وهياخد وقت كبير. فأنت باختصار ممكن تبدأ من أول ال200 عادي. ممكن تكتب من أول ال200، وممكن تكتب يعني ممكن تكتب من أول ال200، أو ممكن تبدأ من أول 205 أو من أول 208 براحتك. أنا هابدأ يا عم من أول 208 أهي، 208، 209، 210، 211، 212، 213، 214،
وواحدة بعدها عشان إيه؟ يبقى إحنا في السليم. ماشي كده؟ طيب هنحل بقى إزاي؟ هقول لك يا عم الموضوع سهل. فين ال 209؟ ادي ال 209 اهي. فين ال 214؟ هتقول لي يا استاذ ال 214 اهي. كده انت فهمت اللعبة. اللي على اليمين دائما اكبر. ال 209 على يمينها مين؟ ال 14 ال 214، يبقى ال 214 ايه؟ اكبر. يبقى تكتب له كده تحت ال 214 اهي وال 209 اهي، يبقى ال 214 ايه؟ اكبر. طب واحد تاني يقول لي يا استاذ طب ما تيجي نحلها بالطريقة بتاعت المقارنة اللي هي أول طريقة خالص. أقول لك تعالى، أول حاجة كنا نعد الأرقام، صح ولا مش صح؟ هنا دول كام رقم؟ هنا دول أدي رقم التاني التالت يعني 3 أرقام. هنا دول كام رقم؟ رقم التاني التالت يعني 3 إيه؟ 3 أرقام. يبقى كده مش هنعرف نحل بأول طريقة، هنحل بالطريقة التانية. نقارن، اللي هو الدرس أصلا عنوان الدرس، نقارن الأرقام. نقارن منين؟ من الشمال. أنا براجع معاك أهو. منين؟ من الشمال. تعالى يا عم نقارن يلا. دي 2 ودي 2 خلاص لسه زي بعض. ده صفر وده كده كام؟ واحد. خلاص يبقى اوتوماتيك الواحد هو الايه؟ الواحد هو الأكبر. دي فيها مشاكل يا شباب؟ ان شاء الله مش فيها مشاكل. تعال نشوف اللي بعده. سؤال بعد كده سؤال لفظي. سؤال ايه؟ لفظي يعني بالصيغة اللفظية. بص يا عم، بيقول لك ايه؟ المسافة بين بيت محمد والمدرسة كام؟ تقول لي يا استاذ تعال نراجع برضه على الدرس الاول. احنا كنا بنحل ده ازاي؟ كنا بنخلي كل 3 ارقام مع بعض. دول كده 3 مع بعض وده كده خلاص مش في غيره. كنا عارفين دي خانة وحدات ودي خانة إيه؟ ألوف. فلو عايزين نقرأ نقول إيه؟ 5000 يعني 5790 وشكرا. ماشي كده؟ وبين بيت مسعود والمدرسة تعالى نقارن ده برضه أو نقرأ ده. أول 3 أرقام لوحدهم والرقم ده لوحده. دي وحدات دي ألوف، فنقول إيه؟ 5488. أي المسافة أطول؟ أطول يعني العلامة تبص له. أطول يعني العلامة إيه؟ تبص له. خلاص كده؟ إحنا هنعرفها على طول. إحنا هنقارن على طول دائمًا. دائمًا نقارن الأكبر. نقارن الإيه؟ الأكبر، يعني علامة دائمًا تبص للأكبر. العلامة دائمًا تبص لمين؟ للأكبر. فإحنا يا عم هنكتب الرقمين دول. آدي 500 أو 5790 والرقم التاني 5488. خلاص كده؟ تعالَ بقى نقارن. أول حاجة رقم 1 نعد الأرقام. عد كده أدي 1 2 3 4 دول 4. ادي هنا 1 2 3 4 دول برضو كام؟ 4. يبقى انا كده مش هعرف احل. لازم استخدم الطريقة التانية، ابدأ اقارن من جهة الشمال. دي 5 ودي 5 خلاص زي بعض. ها دي 4 ودي كده كام؟ 7. مين الأكبر؟ السبعة. خلاص شكرا يبقى دي الأكبر على طول. واحد تاني كان هيقول لي أساسا بنحلها بخط الأعداد، أقول لك عادة تنحل برضه بخط الأعداد وبحلها ووريها لي. وريها لي في أي كومنت. ماشي كده يا عم؟ فده سؤال إيه؟ سؤال سهل. تعال نشوف اللي بعده. أهو يا عم خط الأعداد أهو، يعني كنا لسه بنتكلم فيه أهو جه تاني أهو. بص يا عم، بيقول لك أمثلة تأكيدية على اللي إحنا فهمناه. استعمل خط الأعداد ده للمقارنة بين الأعداد مستعملا أكبر أو أصغر أو يساوي. أول سؤال معانا أهو السؤال ده. بص إحنا ممكن نحل ده، ممكن نحله الأول بالطريقة الأولى اللي هي المقارنة. تعال نعد كده 1 2 3 1 2 3 فدول 3 أرقام ودول 3 أرقام. يبقى أنا كده مش إيه؟ دول كده 3 أرقام ودول كده 3 أرقام. فأنا كده لسه هستخدم الطريقة التانية المقارنة من جهة الشمال. 5 5 8 9. مين الأكبر؟ التسعة. أنا كده حليتها بالطريقة دي الأعداد من غير ما استخدم خط الإيه؟ الأعداد. تعالى بقى نستخدم خط الأعداد. أنا هنا رقمت لك الأعداد دي. بص بدأت لك من 586 588 590. في طالب شاطر دلوقتي عارف إن أنا بزود 2 وأنا ماشي. خلاص كده؟ فين بقى؟ تعال نمسك الأولى دي. نمسك دي 589. تعالى كده نشوف ال 589 دي فين؟ ال 589 دي 586 دي 588
أنا عايز 589 يبقى ال 589 ال 589 هنا، صح كده ولا مش صح؟ يعني في الحتة دي في النص يعني. فين الرقم التاني؟ 597. أروح على التسعينات، دي 92، دي 94، دي 96، دي 597 يعني في النص هنا، صح ولا مش صح؟ يبقى ال 597 ال 597 فين؟ هنا، صح ولا مش صح كده؟ مين على يمين التاني؟ ديت الرقم ده على يمين مين؟ على يمين ده، يبقى ده الأكبر أهو. خلاص كده؟ تعالى بقى نحل السؤال رقم 2 ده، نحله على طول على خط الأعداد. 610 فين 610؟ ال600 أهي، 600 602 604 606 608 610، خلاص هي على الرقم ده أصلا، يعني هي جاهزة أساسا، مش محتاجين نكتبها. خلاص كده؟ دي 610. الرقم التاني كام؟ 602. فين ال 602؟ برضه جاهزة، مش محتاجين نكتب 602. مين اللي على يمين التاني؟ ده الرقم ده على يمين ده، صح كده؟ يبقى 610 أكتر، يبقى ال 610 كده إيه؟ أكتر. طب تعالى كده نحلها بالطريقة التانية. تعالى نعد، أدي 1 2 3 دول كده 3 أرقام، 1 2 3 دول كده 3 إيه؟ 3 أرقام. قارن يا عم يلا، 6 6 1 0، مين الأكبر؟ الواحد. إحنا هنا عملناها عكسناها ماشي. فدي كده تبقى إيه؟ 610 هي الأكبر، يعني بصة ناحية ال 610 كده يعني. خلاص يا عم؟ فأنت كده معاك الطريقتين تقدر تحل بيهم أي سؤال أنت عايزه. هسيب لك دول برضو إيه تذاكرهم في البيت أو تحلهم في البيت، ماشي كده؟ تتأكد من حلك يعني. تعال نشوف لو في سؤال تاني بعده ولا حاجة. أهو سؤال عادي، بيقول لك قارن باستخدام، ده مقارنة عادية. أول حاجة هنعمل إيه؟ رقم واحد نعد كده يلا. أدي 1 2 3 4 دول 4 أرقام. 1 2 3 4 دول برضو كام؟ 4 أرقام. يبقى بعد ما نعد الخطوة التانية بقى إيه؟ نقارن. قارن يا عم يلا. 1 1 لسه زي بعض. 4 4 برضو زي بعض. 6 5، مين الأكبر؟ الستة. جدع. تعال نحل دي بالمرة. أول حاجة برضو نعد، عد كده. أدي 1 2 3 4 5، أدي دول 5 أرقام. 1 2 3 4 5 دول برضو كام؟ 5 أرقام. يبقى هضطر أعمل إيه بقى؟ هضطر أخش على الخطوة التانية، أقارن من جهة الشمال. 2 2 4 3، خلاص ده 4 الأكبر على طول وشكرا. ده برضو سؤال مقالي زي السؤال اللي فات، هسيبه لك إيه تحله وتختبر نفسك فيه. بيقول لك إيه؟ يبلغ طول نهر النيل 6650 كيلومتر، وطول نهر الفرات 2700 كيلومتر، أي النهرين أطول؟ هتحلها أنت بقى، ماشي كده يا عم؟ تعال نشوف لو في سؤال تاني. وبكده يا شباب نكون خلصنا الدرس التاني بتاعنا، درس سهل وجميل. درس لو فهمت القاعدة بتاعته، قاعدة المقارنة، هيكون الموضوع معاك منتهي، مفهوش أي مشاكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستر محمود، مدرس مادة الرياضيات.